انا طبعا بقول للولد التافه في القناه التافهه اللي قبل الماتش بيوم الاهلي مغلوب 3 مع الفريق اعتقد زامبي، وقعد يشتمنا احنا. يا ابني انت بتسيء لابوك، والله العظيم بتسيء لابوك، اقسم بالله العظيم بتسيء لابوك. ورئيس النادي بيديره بالريموت كنترول، ورئيس النادي دمر النادي. قام ربنا قال لك بقى لا ده رئيس النادي مش انا بدير بالريموت كنترول وانا بتدخل واعمل كل حاجه. ايه رايك؟ بكسب جوه وبره بفضل الله، بفضل ربنا، عشان الاقزام اللي زيك يرجعوا حجمهم الطبيعي. ها؟ مش هسمع صوتك تاني وانا بعتلك رساله، مش هسمع صوتك ولا اشوف خلقتك. ونجلس اداره هياخد قرار بالنسبه ليك، والاثنين بتوع البيت الاسود بيقولوا ادبوا مع النادي، واحنا بلغنا النهارده بس الانترنت السفلات والقذورات اللي بتطلع عندك وعندهم. عايزين من الزمالك. انتوا عايزين من الزمالك. لما جه محمد حلمي فاكرين؟ خرب النادي. مين محمد حلمي؟ عايزين فيريرا. فيريرا كان بياخد 700,000 و800,000 في الشهر، ده بياخد 60,000. وده المباراه التاسعه اللي بيكسب فيها، بطل ومعاه جهاز بطل ومحترم. يقول لك اصل شال جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد غلط خطا اداري كان لازم يتشد ودنه فيه، ولما اعترف انه غلط اهلا وسهلا، جمال ابن من ابناء النادي المحترمين ورجع خلاص. انما مش انت اللي هتدير النادي. انا تاني سنه يا تافه، ها انت وقناتك. وانا اقول لصاحب قناتك حاجه واحده، انت كلمتني وقلت لي حاجه عن عضو في المجلس العسكري، لو انا قلتها القناه بتاعتك هتقفل. واخد بالك؟ تاني بقول اهو، بس انا التزمت بكلمه شرف ما اقولش اللي انت قلته. العضو بتاع المجلس العسكري اللي انت قلت اسمه واذا جيت باسمه في مشكله كبيره، لو انا قلت اسمه ما اعتقدش انك هتطلع تاني. فاهم؟ بحذرك تحذير نهائي. انت مقاطعني انت وبتاع الكابينيات بتاعتك الكذاب. عارف الكذاب؟ ادي اول شهاده جايه لنا المصرف المتحد البنك بتاعنا. يشهد المصرف المتحد بانه لم يتم تحويل اي مبالغ ماليه الى دوله اسرائيل او اي وكيل اسرائيلي سواء كانت بالدولار او باي عمله اجنبيه اخرى او بدين مصري، وذلك خلال الفتره من 1/1/2015 يعني في السنه اللي فاتت، ها، حتى 31/3/2016 اللي هي الفتره اللي بتقولوا ان انا اتعاقدت مع مايوكا من اي حساب بنكي خاص بنادي الزمالك. ادي يا كذاب، ادي يا محمد يمين يا كذاب. بس انت جايب محامي شمام، اقسم بالله العظيم بيشم، واخته اتمسكت في قضيه سرقه هي وجوزها، بيثبتوا الناس على طريق المعادي والقضيه عندي وكانوا جايبينها لي. ايه رايك؟ يعني انت اخترت واحد شمام وراح قال انا ضربت علقتين. طب لما انت بتقول ضربت علقتين يا كذاب، طب ما انت تتمنظر عن خليل ربنا ليه وتروح لمصطفى شعبان العنطر ودعيت على الناس بالكذب انهم ضربوك وانت اللي معور نفسك؟ ولا ايه رايك؟ ادي جواب يا امين اهو، يا اللي اسم من غير مسمى. اتفضل. اللي قلت ان احنا حولنا الفلوس لاسرائيل وكيل اسرائيل يا كذاب. عرفت انك كذاب؟ ها؟ عرفت ان انتوا عصابه مع بعض؟ العصابه؟ انا في النهايه بشكر ولادنا رجاله 19 لاعب. من لم يسافر بدون اذن سيعاقب عقاب شديد، ما بنسيبش حقنا خالص. لان الزمالك مؤسسه محترمه. الولاد امرت بصرف $1000 لكل واحد مكافاه فوريه، لانهم مش رجاله، اكتر من رجاله. دول شباب مصر، دول رجاله مصر اللي ما يهربوش من المنتخب. دول اللي جمال عبد الحميد غلط خطا اداري كان لازم يتشد ودنه فيه، ولما اعترف انه غلط اهلا وسهلا، جمال ابن من ابناء النادي المحترمين ورجع خلاص. انما مش انت اللي هتدير النادي. انا تاني سنه يا تافه، ها انت وقناتك. وانا اقول لصاحب قناتك حاجه واحده، انت كلمتني وقلت لي حاجه عن عضو في المجلس العسكري، لو انا قلتها القناه بتاعتك هتقفل. واخد بالك؟ تاني بقول اهو، بس انا التزمت بكلمه شرف ما اقولش اللي انت قلته. العضو بتاع المجلس العسكري اللي انت قلت اسمه واذا جيت باسمه في مشكله كبيره، لو انا قلت اسمه عشان الاقزام اللي زيك يرجعوا حجمهم الطبيعي. ها؟ مش هسمع صوتك تاني وانا بعتلك رساله، مش هسمع صوتك ولا اشوف خلقتك. ونجلس اداره هياخد قرار بالنسبه ليك،
والاثنين بتوع البيت الاسود بيقولوا ادبوا مع النادي، واحنا بلغنا النهارده بحث الانترنت السفلات والقذورات اللي بتطلع عندك وعندهم. عايزين من الزمالك، انتوا عايزين من الزمالك. لما جه محمد حلمي فاكرين خرب النادي، مين محمد حلمي؟ عايزين فيريرا كان بياخد 700,000 و800,000 في الشهر، ده بياخد 60,000، وده المباراه التاسعه اللي بيكسب فيها، بطل ومعاه جهاز بطل ومحترم. يقول لك اصل شال جمال عبد الحميد، قال يا كذاب، ادي يا محمد يمين يا كذاب، بس انت جايب محامي شمام اقسم بالله العظيم بيشم، واخته اتمسكت في قضيه سرقه هي وجوزها، بيثبتوا الناس على طريق المعادي والقضيه عندي وكانوا جايبينها لي. ايه رايك؟ يعني انت اخترت واحد شمام وراح قال انا ضربت علقتين. طب لما انت بتقول ضربت علقتين يا كذاب، طب ما انت تتمنظر عن خليل ربنا ليه وتروح لمصطفى شعبان العنطر ودعيت على الناس بالكذب انهم ضربوك وانت اللي معور نفسك، ولا ايه رايك؟ ادي جواب يا امين اهو، يا اللي اسم من غير مسمى، اتفضل. اللي قلت ان احنا حولنا الفلوس لاسرائيل، وكيل اسرائيل يا انا طبعا بقول للولد التافه في القناه التافهه اللي قبل الماتش بيوم الاهلي مغلوب 3 مع الفريق اعتقد زامبي، وقعد يشتمنا احنا. يا ابني انت بتسيء لابوك، والله العظيم بتسيء لابوك، اقسم بالله العظيم بتسيء لابوك. ورئيس النادي بيديره بالريموت كنترول، ورئيس النادي دمر النادي. قام ربنا قال لك بقى لا ده رئيس النادي مش انا بدير بالريموت كنترول وانا بتدخل واعمل كل حاجه. ايه رايك؟ بكسب جوه وبره بفضل الله، بفضل ربنا، ما اعتقدش انك هتطلع تاني. فاهم؟ بحذرك تحذير نهائي. انت مقاطعني انت وبتاع الكابينيات بتاعتك الكذاب. عارف الكذاب؟ ادي اول شهاده جايه لنا المصرف المتحد البنك بتاعنا. يشهد المصرف المتحد بانه لم يتم تحويل اي مبالغ ماليه الى دوله اسرائيل او اي وكيل اسرائيلي سواء كانت بالدولار او باي عمله اجنبيه اخرى او بدين مصري، وذلك خلال الفتره من 1/1/2015 يعني في السنه اللي فاتت حتى 31/3/2016 اللي هي الفتره اللي بتقولوا ان انا اتعاقدت مع مايوكا من اي حساب بنكي خاص بنادي الزمالك. ادي